في حاجة غريبة، اللعبة اتغيرت. كنا زمان يا سادة بنتباهى بالنادي الأهلي ونفتخر بالنادي الأهلي، ماليش دعوة بكرة القدم أو بأي لعبة أخرى، في إدارة النادي الأهلي. كان صعب قوي قوي إن أنت تطلع خبر من داخل النادي الأهلي أو من غرفة ملابس النادي الأهلي أو تطلع خبر من داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. مين كان يقدر؟ صعب قوي قوي. عشان كده كان دايما يقول لك الأهلي قافل على نفسه، الأهلي على قلب رجل واحد، الأهلي صعب قوي ان انت تطلع منه بخبر يخص اي شيء داخل النادي الأهلي ما لم يتم الإعلان عنه رسميا. ده كان النادي الأهلي اللي هو كان مدرسة بتدرس فن الإدارة. الأهلي كان القدوة لكل الأندية على مستوى مصر، بل في الوطن العربي والقارة الإفريقية. عظماء تولوا رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وآخرهم الأسطورة كابتن محمود الخطيب، واحد من أساطير الإدارة وأيضا من أساطير كرة القدم في القارة الإفريقية. لكن في الآونة الأخيرة لا، مش ده النادي الأهلي اللي احنا عارفينه. يوم ألاقي تسريب من هنا، ألاقي غرفة الملابس فيها مش عارف إيه، ألاقي خناقة هنا، ألاقي في الآخر يحدث ما لم يكن يتوقعه أحد، إن غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي تخترق، وإن يبقى في خلاف معلن بين إدارة النادي الأهلي